نحن أمرنا بالدعوة إلى الله مع الكبار والصغار والمعممين وكل البشرية. نحن لا نلتفت، لا نقع في قوله بما وقع به عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. أن عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعلم عن دين الله سبحانه وتعالى، وكان عليه الصلاة والسلام مشغولا بصناديد قريش، وكان عبد الله أعمى، كان رجلا أعمى. فاهتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمن هو أهم بالنسبة إليه في دعوته، إذ لو استجابوا له لكان فتحا عظيما. وأخر الاستماع أو كأنه تضايق من إلحاح عبد الله رضي الله عنه في أن يبين له صلى الله عليه وآله وسلم دين الله سبحانه وتعالى، فنزلت هذه الآيات تعاتب النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وإذا برجل من أصحابه مسكين فقير أعمى اسمه عبد الله بن أم مكتوم، عبد الله بن أم مكتوم الأعمى، أقبل ما يدري هو الأعمى، ما يدري أن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده كفار قريش وعيان قريش كبار قريش، وهو أعمى ما يشوف ما ينظر، وأيضا فقير ومسكين وهو مسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد يعني يرى أن هذا مضمون، يعني عبد الله بن أبي في وقت آخر لأنه مسلم وأتى يستفسر عن مسألة دينية، أتى يطلب زيادة من العلم، أتى يطلب العلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكره أن يأتي في ذاك المكان وهو مشغول بالقوم ويريد أن الله يفتح عليه في قلوب هؤلاء كبار مكة، فأعرض عنه عبس في وجهه. لا نقع في قوله بما وقع به عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكره أن يأتي في ذاك المكان. لا نقع في قوله بما وقع به عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعرض عنه وكره أن يأتي في ذاك المكان.